بصوا بقى مفيش احسن من تدبير ربنا. عايزه اقول لكم ان اليوم ده كنت طول النهار بره، كنت عند قريبتي كانت تعبانه وقضيت معاها اليوم، ومرتبه وقتي ان انا اجي قبل محمد بحوالي ساعه او ساعتين. المهم المواصلات عملتها معايا. عايزه اقول لكم الموقف كان تقريبا فاضي، فالعربيه ما كانتش بتحمل، فضلت قاعده فيها حوالي ساعه، غير كمان ان الطريق بعيد قوي عن بيتي. فحرفيا بصوا يعني الدنيا معايا ما ظبطتش خالص زي ما انا مرتباها. بس بقى تدبير ربنا بيبقى احسن من اي حاجه في الدنيا. وانا جايه من عندها جبت كبد وقوانص، يعني انا كنت جايبه كبد والقوانص وانا رايحه لها، تمام، وشلتها عندها في الفريزر وقلت اخدها وانا نازله علشان الحق اعمل حاجه سريعه، عشان لاني مش هلحق اطلع حاجه من الفريزر تفك، ولو طلعت حاجه اخاف تبوظ والحر والكلام ده كله. فالمهم بقى ايه، جيت انا ومحمد في نفس الوقت، قلت له اديني بس نص ساعه او اقل ان شاء الله وهيكون الاكل جاهز. المهم بقى دخلت على طول نضفت الكبد والقوانص وظبطتها، وشلت كل الحاجات البيضه اللي بتبقى في القوانص. عايزه اقول لكم القوانص بيبقى فيها ماده دهنيه بيضه كده، شلتها ونقعتها وخليتها زي الفل. وقطعت الكبد كبيره شويه وقطعت القوانص اصغر شويه، بحيث ان انا هديهم نص سلقه في ميه بس من غير اي توابل، وعقبال ما احضر بقيه الحاجه بحيث ان هم ما ياخدوش وقت. فاهمين قصدي؟ يعني انا بقطع الكبد اقل من القوانص شويه، يعني اكبر من القوانص شويه، لان القوانص بتاخد وقت. وغليت ميه على النار ونزلت فيها بالكبد والقوانص، وعقبال ما ياخدوا غلوتين تلاتة كده وينزلوا كل زفاره بقى وكل الدم لو فيهم حاجه والكلام ده كله، اكون جهزت بقيه الحاجه اللي انا محتاجاها. هنا بقى جبت طاسه او حله او جريل ايا كان، وحطيت فيها شويه زيت صغيرين، ونزلت عليهم بالبصل اللي انا مقطعاه حلقات. تمام، تقطعي بقى البصل حلقات، تقطعي حتت صغيره براحتك خالص، يا دوبك بتدي البصل لون اصفر فاتح كده. كنت صفيت الكبد والقوانص في مصفى كده ونزلت كل الميه بتاعتهم، وبعد كده حطيتهم على البصلايه اللي اصفرت، ونزلت بقى عليهم بالتوابل بتاعتي، شويه ملح شويه فلفل، لو عندك شويه بهارات فراخ حطي مش هيضر، بس انا بصراحه ما حطيتش. وتدي بقى تقليبه حلوه قوي. عايزه اقول لكم بيطلعوا ريحه حلوه جدا، وكمان لو حطيتي معاهم فصين توم يا لهوي على الجمال والحلاوه. بس انا بصراحه كسلت افصص توم، بالامانه كسلت افصص توم. هنا بقى خدوا تشويحه حلوه كده، واديتهم بق ميه سخنه، بق ميه سخنه مش ساقعه علشان ما تبقاش زفره. تمام، يا دوبك غليت غلوتين كده معاها، ما بديهاش طبعا ميه كتير لان هي شبه اصلا مستويه، لان انا كنت مدياها نص سلقه. نزلت بقى بالفلفل والطماطم، وكمان نزلت بقى بشويه دبس الرمان، بيحطوا الكبد والقوانص كده في حته تانية خالص وبيدوها مزازه تحفه. طبعا انتوا عارفين ان دبس الرمان ده حبيب قلبي، يعني في كل اكل بتلاقوه راشق معايا. تمام، وهديهم بقى غلوتين حلوين. هنا بقى في الحله دي انا كنت حاطه رز بشعريه، كنت بعمل شويه رز بشعريه حلوين صغننين كده علشان الكبد والقوانص. وعايزه اقول لكم كمان ان انا كنت اصلا عايزه اعمل الكبد والقوانص دي بمكعبات بطاطس، بس طبعا قلت بقى لسه هقطع بطاطس واحط في الفرن هتاخد وقت، فلا، اعمل شويه بطاطس فرم كده جنبهم، لان يسر كمان بتحب البطاطس المحمره، او انتوا عارفين يعني، المفروض انتوا اللي بيتابعني حافظ. هنا بقى كان خلاص الاكل اتعمل. عايزه اقول لكم والله العظيم ما اخد وقت خالص، يعني يمكن لو قلت لكم اقل من نص ساعه. اللهم بارك، بصوا شكل الكبد والقوانص تحفه. وعايزه اقول لكم كمان لو انتوا مش مستعجلين ودخلتوها الفرن كده بشرايح طماطم واديتوها وش، يا لهوي يا لهوي على الجمال. بس هي كده زي الفل. دبس الرمان بقى مع الصوص اللي بيبقى بالبصل والطماطم والفلفل ده، بصوا حاجه كده عظمه، حاجه فوق العظمه بشويه. وده فكره من افكار الاكل، بما اننا كل يوم بنحتار نعمل اكل ايه، فيعني ايه الفكره اللي تيجي قدامك وتحسي كده ان هي عجباكي جربيها، مش هتخسري حاجه. هنا بقى الرز بالشعريه، عايزه اقول لكم بقى فظيع. شويه رز بقى مفلفلين كده بالشعريه وبالقرفه كده، حاجه وهم حاجه فظيعه بصراحه. بصوا الجمال والحلاوه، ومفلفل جدا جدا جدا. ويعني انا بحب الرز بشعريه مؤخرا، حبيته قوي برغم ان انا ما كنتش من عشاق الرز بالشعريه ده، سبحان الله. بصوا من حب الا بعد عداوه. وهنا بقى ايه، البطاطس بقى محمره وتحفه بقى، وشويه توابل بطاطس كنت عامله انا التوابل دي في البيت بقى. عايزه اقول لكم عامله شويه توابل بطاطس فظيعه ملهاش حل، بس بحط شويه صغيرين علشان يسروا كده وما تبقاش البطاطس حادقه قوي. هنا بس كنت بجرب القرمشه يعني مش اكتر، وبقول لكم مية مية ولا فراخ الجمعيه. تعالوا بقى ناخد اللقطه اللي انا بحبها قوي في اخر كل فيديو، ان احنا بقى نقرب ونعمل زوم على الاكل كده، ونعمل زوم على الطعامه والجماله والحلاوه. المهم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو. وهنا يبقى خلص الفيديو بتاعنا، اشوفكم في فيديوهات كتير قوي، باي باي.